ولا يعلم كابتن، لا كل التقدير واحترام للكابتن زيزو يا سياده المستشار والنبي. ثانيه واحده بس عشان فاهم الناس حاجه معينه. لا كل الراجل وجهه كل تقدير واحترام. اتفضل. اسمع بس، انا شايف ايه يا زيزو عظيم لدرجه واد اسمه حقود جاسر النهارده كاتب على الموقع بتاعه عيل مشطوب، يا ولد يا عظيم يا اللي خدت حق مصر. مصر مين؟ هو راجل بيقول لي ربنا يهديك، اقول له يلا يا ابني كذا، هقول اجي اضربك بالجزمه دلوقتي؟ يعني دلوقتي لما اقول لك يا استاذ خالد ربنا يهديك يا استاذ خالد، هذه دعوه ولا شتيمه؟ على فكره الكابتن زيزو شخصيه محترمه. يعني انا مش محترم، مش محترم لنفسي. لا بس انت عملت حضره السيد وزير الشباب والرياضه. تمام. حتى لو انا عايز اهينه بقى خلي بالك، ما اقدرش لان كان بهين الراجل القاعد المحترم. خلي بالك. انما الفيلم اللي معمول يا بطل هو قال ايه؟ ده انا قلت له اخوك حرامي شوقي عبد الشافي نصب وسرق فلوس السعوديين وانت واخوك كلمتني وانا اللي طلعت اخوك. خلي بالك. يبقى الفيلم اللي معمول الوهم ده اللي يا بطل يا اللي اتصديت ادي واحد. طب معلش يا سياده المستشار واحده دلوقتي رئيس لجنه التظلمات المستشار مش فاكر ضياء بيقول بمجرد تنازل الزمالك العقوبه بتنتهي، وانت على فكره عامل مبادره ان عشان بعد يعني عشان الدنيا ما يحصلش فيه احتقان وكده، فانت عملت المبادره دي لان انا نادي محترم ونادي الوطنيه. طيب هسألك سؤال بقى يا استاذ خالد، هسألك سؤال بقى لوائحي. الواد الامارتي اللي معاه الباسبور الكندي كاتب في جورنال بكره الزمالك لقى موقفه ضعيف فجري ينسحب. يا ابني انا راجل دوله، انا خايف على وطني، انتوا بتلعبوا بالنار. ولما طلع الاخ زيزو وقال لك ايه؟ لا، وانت قلت امبارح كلام، لا الاهلي الجمهور ما شتمش الجيش. الجمهور العظيم بتاع الاهلي ما شتمش، بس حضرتك انت ناسي ان محمود صبري قال اللي هو المندوب الاهرام في الاهلي قال ان البروفه اتعملت جوه ملعب كرة اليد، واثنين من مجلس الاداره هم اللي جابوا العيال الصيع على البلطجيه عملوا البروفه وراحوا الملعب شتموا المشير وشتموا الجيش. انت بيبقى راجل كذاب. ده ايام حسن حمدي ده وفاشل. ايوه ده ايام المجلس القديم في برج العرب اسمنت السويس. تمام. فلما راجل وزير قاعد محترم تمام ويكذب قدامه ويقول لي ايه ربنا يهديك، يعني هو انا ما عنديش مجلس اداره لما قال لي ربنا يهديك رحت قلت ايه خلاص يا عم ربنا يهديك، ده انا بتريق عليك، ده مجلس الاداره كلنا مجتمعين. طب يا سياده المستشار معلش دقيقه واحده دلوقتي عايزه بس انت بتتكلم عن اللوائح. اسمع بس، واخدين قرار ان لو هذا القرار اللاعب مش عايزينه سيؤثر بالسلب ويعمل احتقان من جماهير الناديين العظيمين المحترمين. احنا مش عايزين اللاعب وهنتنازل. ودي على كده ان انا طلعت قبليها عندك وطلعت قبليها عند الشوبير وطلعت قبليها مش عارف عند مين وقلت لهم احنا عندنا مستعدين نسحب الشكوى بتاعتنا. فلا الاخ اللي قال لي ربنا يهديك هو اللي اثر فيا ولا مليون عيل زيه هيأثر. لا سياده المستشار والنبي هو راجل محترم يا سياده المستشار، كل التقدير واحترام ليه وليه. لو انت راجل في غير حضره الوزير اطلع في اي برنامج وانا هحكي لك. طيب سياده المستشار اسالك سؤال قانوني. انا هحكي لك اخدك. طيب عامل لي بطل يا سياده المستشار. اللي بيعمل بطل هم المواقع الاهلاويه والزملكاويه هم اللي بيولعوا الدنيا. بس انا عايز ارجع لك تاني. طلع النهارده انت في جردان من الجرايد انا البطل. اتصديت فين يا ولد؟ اتصديت في ايه؟ ده انا عشان احترمت الوزير المحترم لان راجل قاعد محترم مش معقول هديك. يا سياده المستشار بيتهموا اخوك الحرامي. ادعي لامك يا سياده المستشار كل التقدير والاحترام للراجل لو سمحت. ثانيه واحده يا خالد، قول لامك تدعي لاخوك اللي سرق. يا سياده بلاش الام يا سياده المستشار والنبي. واخوك شوقي بلاش سياده المستشار الام لو سمحت. كفايه قرفنا. طيب سياده المستشار اهدى بس اهدى وعايز اسالك سؤال. مين زيزو ده بتاع الكبد؟ اهدى يا سياده المستشار لو سمحت. انت ولا حاجه يا سياده المستشار كل التقدير والاحترام للراجل. رئيسك مكتب وزير الداخليه. طيب سياده المستشار اهدى بس عايز اسالك سؤال. انت بتتكلم على اللوائح انت بتتكلم على لا يا سياده المستشار اقفل الموضوع. اقفل الموضوع يا سياده المستشار. اهدى. اخوك اللي سرق السعوديين يا سياده المستشار. اهدى اخويا مسجون يا سياده. طب وطوا يا جماعه وطوا يا سياده المستشار. اهدى لو سمحت. عشان وزير محترم قاعد وهبت الوزير وفي حضره الوزير عامل لي هاشتاج زيزو وميزو وقرف. يا سياده المستشار اسمعني نتكلم بس في المهم دلوقتي لو سمحت. يا سياده المستشار لو سمحت اهدى بس اهدى قرف ده. اهدى بس اهدى. مكتوب
انا اصل زيزو انت مش عايز كده يا سياده المستشار. يا سياده المستشار اقفل الموضوع ده لو سمحت. يا خالد ثانيه واحده اديني فرصه يا اخي. اعتذر للزملكاويه ان انا رجعت لهم بيتهم، ان انا رجعت لهم كرامتهم اللي كانت للاسف الشديد مهانه من سنين طويله، ان انا رجعت لهم الدرع اللي كان غايب بالبلطجه خلاص. وبقول ثاني اقسم بالله لو اتثبت على الارض لا اقعد مع محمود طاهر صوت بعيد محمود طاهر واسال يا محمد ربيع محمود طاهر عشان تقابلني تساله يا سياده المستشار صوتك بعيد. طب اقفلوا وكلموا سياده المستشار تاني. اقفلوا وكلموا سياده المستشار تاني. طيب